محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية البزار مكارم الأخلاق. أيها الإخوة، القيم هي المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها الناس جميعا، يجعلونها ميزانا يزنون به أقوالهم وأفعالهم. إنما سميت القيم قيما لأن بها قوام الإنسان والحياة الصحيحة. إنما سميت القيم قيما لأن الأقوال والأفعال والأشياء توزن بها وتقوم. إنما سميت القيم قيما لأنها مستقيمة لا تنحرف، ومنه قول الله تعالى: دينا قيما، يعني مستقيما لا ينحرف. إنما سميت القيم قيما لأنها الحارسة للفطرة والراعية لإنسانية الإنسان، ومنه نقول قيم المسجد لأنه راعيه وحارسه. فالقيم بها تقوم الحياة الكريمة، بها تقوم الأفعال والأقوال والأشياء وتوزن. هي الحارسة للفطرة، الراعية لإنسانية الإنسان، هي المستقيمة التي لا تنحرف. هذه مجموعة من الخطب تعرض كل منها لقيمة إنسانية. لا تظهر إنسانية الإنسان إلا بها، لا تستقيم علاقاتنا الاجتماعية إلا بها، لا تقوم لنا قائمة إلا بها. تحدثت خطب ماضية عن الاحترام، عن العلم، عن العمل، عن تحمل المسؤولية، عن التعاون، عن الكرامة، عن الحرية، عن العدل، عن الصدق، عن النظافة، عن التفكير، عن الرفق، عن الإحسان. وعنوان خطبة اليوم في قيم إنسانية: الجمال. الجمال قيمة إنسانية، بها تقوم الأشياء والأفعال وتوزن، بها تقوم الأخلاق الحميدة والحسنة، بها تستقيم الحياة. الجمال هو الحسن والزينة. وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فمن الكبر هو؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. الآن الشاهد في خطبة الجمال قيمة إنسانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل. قال شراح الحديث: يعني حسن الأفعال كامل الأوصاف جل جلاله. وكل شيء من الله حسن جميل، وله سبحانه وتعالى صفات الجمال والكمال، وله الأسماء الحسنى. قيل معناه جميل الفعل بكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعينكم عليه، ثم يثيبكم به ويشكركم عليه. الله جميل الفعل بكم، يأمركم بالفعل الحسن، ثم يعينكم عليه، ثم يثيبكم عليه ويجزيكم أوفر الجزاء. الجمال سمة واضحة في الصنعة الإلهية، وحيثما اتجه الإنسان ببصره يجد من صنع الله تعالى
ما يجذبه لونه أو يستهويه صوته أو يتملك فؤاده بدقته المتناهية وصنعته المحكمة. كل مخلوقات الله تعالى جمال. يحلق في السماء 10,000 نوع من الطيور، يختلف كل نوع عن الآخر بالحجم والشكل والعادات، وعدد وفير منها لريشه ألوان جذابة وزركشات ساحرة. يسبح في البحر 25,000 نوع من الأسماك، يتميز كثير منها بجمال ساحر وألوان مبهجة تبدو كلوحات فنية حية في أعماق البحار. فلبعض الأسماك ألوان زاهية تعكس الضوء بطريقة فريدة، وعلى أجساد بعضها نقوش هندسية دقيقة، ولبعضها أعضاء ضوئية تشع ببريق ساحر يجذب الأبصار ويشبه النجوم المتلألئة. خلق الله تعالى أكثر من 20,000 نوع من الفراشات، وهي من أبدع مخلوقات الله تعالى جمالا، تجمع بين رقة الأجنحة وتنوع الألوان الزاهية والطيران الرشيق. وقل مثل ذلك في الخيل المسومة والأنعام، وفي الزروع والأزهار والآكام، وفي النجوم والكواكب والأجرام، وفي الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. كل مخلوقات الله تعالى على سمة واضحة من الجمال في خلق الله تعالى له. وانظر إلى جمال خلق الإنسان، منتصب القامة، متناظر الطرفين، متناسق الأحجام، متجانس الألوان، مشدود البنيان، حسن التقويم، يتكلم ويبين، يسمع ويعقل، يألم ويأمل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإخوة، الجمال قيمة إنسانية ترفع من قيم الأشكال والأقوال والأفعال. المتوقع من المسلم أن يجتهد في تحسين قوله وتجميل فعله والمحافظة على جمال مظهره وصفاته ومظهره ومخبره وموطنه ومرحله. من هنا قالوا للجمال نوعان: حسي ومعنوي. أما الجمال الحسي فهو الذي يدرك بالحس، وأما الجمال المعنوي فهو الذي يدرك بالعقل الواعي والبصيرة المفتوحة. في الأقوال الحميدة قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد جعل الله تعالى الدعوة إلى الإسلام والنطق بكلمة الشهادة من أحسن الأقوال وأجملها. أخرج الطبراني أنه سأل رجل العباس رضي الله تعالى عنه قائلا: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هلا إذا كان شكلك جميلا فليكن كمان منطقك جميلا، أما شكل جميل ومنطق قبيح فقد الجمال قيمته. شكل جميل وفعل قبيح فقد الجمال قيمته. قيل للعباس: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال على الفور: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله. قول جميل ينال به الإنسان رتبا عالية. في الأفعال الجميلة بين القرآن الكريم أن الفعل قرين القول، كمان قول حسن وفعل قبيح شغلة مو راكزة. القرآن قارن مع القول الجميل الفعل الجميل، بل إن القول إن لم يقترن بالفعل الجميل لا يبلغ الكمال في الحسن. ولهذا ذكر الله تعالى في الآية السابقة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال كلاما حسنا
وعمل عملا حسنا. فلا يكفي القول الحسن إذا لم يجمع إليه الفعل الحسن والفعل الجميل، فالجمال يوجد في الفعل كما يوجد في القول والشكل. جاء في كتاب رحلة ابن جبير. ابن جبير رحالة مسلم من المغرب العربي، كتب كتابا أو له تلميذ كتب عنه كتابا سماه رحلة ابن جبير. ابن جبير طاف بالبلاد، بالجملة جاء إلى مدينة دمشق، فكتب عن مدينة دمشق تحت عنوان مرافق الغرباء. شوفوا الأفعال الجميلة لأهل دمشق. هلا الذين كتب عنهم هذا الكلام قبل 900 سنة، أظن هو شيء 540 للهجرة متوفى، من شيء 900 سنة أو قريب من هذا الرقم. أما أشكال هؤلاء الناس يعني غير مذكورة جميلة أو قبيحة، أما أقوال هؤلاء الناس ليست مذكورة جميلة أو قبيحة، بس انظروا إلى فعل أهل دمشق قبل 900 سنة. يقول ابن جبير عن دمشق: مرافق الغرباء بهذه البلدة من أكثر أو هي أكثر من أن يأخذها الإحصاء. مرافق الغرباء يعني أهل دمشق مساوين بيوت للغرباء، فنادق للغرباء، ولا سيما لحفاظ كتاب الله عز وجل والمنتمين للطلب، يعني لطلب العلم. فالشأن بهذه البلدة لهم عجيب جدا. هذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم، لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد. فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم، فيجد الأمور المعينات كثيرة، فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك. هو من المغرب، عم بيقول لهم للشباب المغرب يلي بده يجي لطلب العلم يجي فورا على دمشق، يجي على كل هذه البلاد المشرقية. يقول: ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء كفى بذلك شرفا لهم. وربما يعرض أحدهم كسرته على غريب فيتوقف عن قبولها. بجوز واحد من أهل الشام يقدم ضيافة لواحد من الغرباء يقوم يعتذر منه. قال: فيبكي الرجل ويقول: لو علم الله في خيرا لأكل الغريب طعامي. من زمان بيقولوا الشام يعني تستقبل الغرباء، بلد الخطي، هيك بيقولوا بالعامة. قال: كان الواحد منهم إذا قدم للغريب طعاما فلم يأكله يبكي، يقول: لو علم الله في خيرا لأكل الغريب من طعامي. لهم في ذلك سر شريف. فكما يكون الشكل جميلا يكون الفعل جميلا ويكون القول جميلا. وعلى المسلم الحاذق أن يرعى حسن الفعل وحسن القول وحسن المخبر، كما يرعى حسن الشكل وحسن المظهر. هلأ الثقافة العالمية الغربية التي تأتي المهم الشكل، حتى بس هذا الشكل له معايير للجمال سأحدثكم عنها، والثقافة الغربية الأنانية تضرب هذه المعايير. وإنما يكون الأمر جميلا وتحسن الأقوال والأفعال والأشكال بأمرين، في معيارين عالميين للجمال: كيف بيكون شكلك حلو، وكيف بيكون قولك حلو، وكيف بيكون فعلك حلو. إنما يكون الأمر جميلا وتحسن الأقوال والأفعال والأشكال بأمرين: بسلامتها من العيوب وبتوازنها وتناسقها. في السلامة من العيوب قال تعالى في جمال السماء: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من فروج يعني من شقوق، من عيوب، ما في بالسماء ولا عيب. فوصفها الله تعالى بالجمال والزينة لأنه لا عيب فيها. فأول معيار من معايير الجمال أن لا يكون هناك عيب. الكذب عيب بالكلام، الغش عيب بالبيع والشراء، الخديعة، الخيانة، الاعتداء على الأعراض، كلها عيوب. وأحيانا يبتلى إنسان بعيوب في جسده. كل هذا يؤثر على الجمال. فقد نصت الآية على جمال السماء وزينتها وأنها سالمة من الشقوق، وما ذلك إلا نفي للعيوب عنها وتأكيد على جمالها.
المعيار الثاني التوازن والتناسق وحسن التقدير وتحديد نسب الأشياء بعضها إلى بعض. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هلأ شاب يروح على نادي كمال الأجسام ينفخ عضلات صدره وإيده بشكل لافت غير متناسق مع الجسم، ساويت حالك بشيء. الجمال في التناسق، في التوازن، هذا معيار عالمي، وهو أصلا معيار في الدين كمان. إنسان كثير السمنة نزعت مظهر الجمال. واحدة بدها تنفخ شفايفها، ساوت شفايفها قد الطابة، حجة إنه والله عم تصير جميلة. صرتي بشعة يا بنتي، غيرتي التناسق الموجود في جسم الإنسان. واحد عمره 70 سنة عم ينفخ خدوده، قلت يا رجل أنت نفخت خدودك، بس شو بدك تعمل بشعرك؟ تصبغ شعرك. شو بدك تعمل بكرشنة إيديك؟ كمان بدك تنفخ يعني جلد إيدك. شو بدك تعمل بانحناء ظهرك؟ شو بدك تعمل برجفان صوتك؟ الله عز وجل لما صار واحدنا عمره 70 أو 80 أو 90 هو متناسق. فإذا رحنا نحن نفخنا له خدوده، نفخنا له جفونه، حلينا مشكلة، بس نزعنا مشكلة أخرى. ما في تناسق، ما في توازن، ما في انسجام. واحد من معايير الجمال التناسق، هذا من جهة. من جهة ثانية الاهتمام بالشكل من دون مضمون، ما في توازن. يعني شكله بيفلج بس كلامه بيشل كمان، كلام من أقبح ما يمكن، ما بيعرف يحكي كلمتين على بعضه، حتى أنت يعجبك مظهره، حتى إذا تكلم سقط من عينك. أفعاله أسوأ، الشكل كتير حلو، هي يعني حلوة بتطير العقل، بس بعيد من هون كلامه مو جيد، تعامله مع بيت حماها شرير. ما في توازن، ما في تناسق. الإغراق في العقلية، واحد عقلي جدا بس ركعتين ما بيصلي، ما في جمال، هذا قبح. الإغراق في الروحانية، روحاني عالي دائما هيك معتكف في المسجد لا يخرج، بس حياته المادية غير جيدة، سيئة، ما في جمال، ما في توازن. أما الإسلام يطلب إليك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أن تعتني بعقلك، أن تعتني بروحك، أن تعتني بجسدك، كل هذا لتحقيق التوازن والتناسق والانسجام. فمن أراد جمال مظهره ومخبره فليسلم من العيوب وليرعى التوازن والتناسق، وإنما يسلم المرء من العيب بترك المحرمات ومكروهات الشرع. محرمات الشرع كلها لأنها عيوب تجعل الإنسان بشع. الكذاب بشع، الخبيث بشع، يلي بيسب كلام فاحش بشع. هذه كلها محرمات بالشريعة. من أراد أن يسلم من العيوب فليترك محرمات الشرع ومكروهات الشرع. من أراد أن يحقق التوازن والتناسق فليلزم فرائض الشرع ومستحباته. فالكمال والجمال في متابعة القرآن والسنة. أيها الإخوة، الجمال قيمة إنسانية ترفع قيمة الأشياء والأعمال والأقوال، والجمال منه الحسي ومنه المعنوي. وإن كمال المرء بجمال مظهره ومخبره، ولا يكون له ذلك إلا بتمسكه بهدي القرآن والسنة، وإن الله جميل يحب الجمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الجمع لصالح خدمات المساجد وترميم المساجد، فساعدوا القوم ما استطعتم لذلك سبيلا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات.
اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاءه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا قلبا قاسيا إلا بذكرك لينته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك لهم فرجا قريبا ومددا رحيبا ونصرا عزيزا. اللهم بارك لنا في مياهنا، وبارك لنا في زروعنا، وبارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم اقض لكل واحد فينا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر.